إيه هي أهم الأعمال في العشر أيام الأولى من ذي الحجة؟ العشر أيام ذي الحجة دول يعتبروا أهم أيام في السنة، لأن احنا زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات دول يعتبروا آخر 10 أيام في حياتك. ويوم عرفة هو اليوم اللي انت هتعرف فيه الجنة اللي انت شغال عليها طول حياتك، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ولذلك هو يوم عرفة. وشرحنا في الفيديو اللي فات العشر أيام الأولى لرمضان والعشر أيام الأخيرة في ذي الحجة، والعشرتين دول والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فالعشرتين دول هم الشفع. فأنا هقول لك دلوقتي على أهم الحاجات اللي تعملها في العشر الأوائل من ذي الحجة. زي ما اتفقنا قبل كده، العشر أيام لذي الحجة دول يعتبروا آخر 10 أيام في حياتك، فأهم صفة لازم تكون موجودة فيك هي الإخلاص. والإخلاص هو إفراد حب وذكر الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي قلبك، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسورة الإخلاص بتوضح لك أصلا القصة دي: قل هو الله أحد. أحد يعني ما فيش زيه ولا فيه شبهه ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك عايزك تفكر في الله سبحانه وتعالى تفكير متفرد. هو لوحده اللي هيرزقك، هو لوحده اللي هيكرمك، هو لوحده اللي هيغنيك، هو لوحده اللي تعبده، يعني هو لوحده اللي تفكر فيه وتذكره. الله أحد. الإخلاص هي أهم عبادة في العشر الأوائل من ذي الحجة. وأي حد هيمر عليه شريط حياته وهيبص هيلاقي نفسه في آخر أيام حياته هيدرك المعنى الحقيقي للإخلاص ده لوحده بدون تعب منه، لأنه هيدرك حقيقة الدنيا. الأيام الأولى من ذي الحجة يفضل فيها العبادات الجماعية، ولذلك هي فيها أيام الحج، ولذلك يفضل فيها الصلاة في المسجد قدر المستطاع، يفضل فيها أعمال الصدقات بإيديك، يفضل فيها الصوم، وشرحنا الفرق بين الصوم والصيام، ويفضل طبعا الاثنين. ويفضل فيها كذلك أعمال الذكر والتسبيح، والذكر زي ما قلت لك ذكر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في صور كذلك تفضل في الأيام الأولى من ذي الحجة: صباحا سورة البقرة، ومساء سورة الملك، وبينهم سورة ياسين والإنسان. ولو عايز انت تضيف صور من عندك في النص مفيش مشكلة. القرب من الله سبحانه وتعالى في الأيام دي سهل، أي حد عايز يقرب من الله سبحانه وتعالى لأنه في ذاته هيستشعر إنه قريب من الحق، والحق هو الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم طيبين وبخير.